في الرحامنة الأرض قاصحة والماء قليل، والمثل كيقول إلا صيفت الرحامنة كيصيف المغرب كله. في هذه المنطقة كاين ناس قرات تصنع الحل بيديها بحال عمر البوشيخي، الكساب اللي عرف باللي الفلاحة اليوم ما بقاتش غير تجربة، ولات علم ودقة ومواكبة، خاصة مع دخول فرق المثمر على الخط. باقي صغير باقي مزيان، تيبان مزيان، ظهرو واقف مزيان الحمد لله، ما كاينينش دي فورماسيون ولا دي فورماسيون. الحمد لله اليوم باللقاء ديالنا مع المثمر كاين واحد المنهجيه، واحد الطريقه علميه، يعني كل حاجه شنو هي خصك تعطيها. مثلا هذه مثلا الفصه خصها تعطى في واحد الوقت معين، واحد الكميه معينه، شنو هي الاعلاف اللي تقدر تخلطها في اش من وقت، يعني الوقت اللي غيكون في الاول ديال البدايه ديال التسمين ماشي هو الوقت اللي غيكون في النهايه، باش هادشي كله يعتمد على واحد الدراسه علميه باش تقدر تكون عندنا واحد المردوديه باقل ثمن. دونك هادشي حنا ما كانش عندنا، ما كناش كنميتريزيوه، يعني كنمشيو كاي فلاح يعني بدائي كيشري من السوق وكيعلف وكيدخل السوق، دونك ما عارفش كيسمن وصافي. مي اليوم لا، المنهجيه تغيرت. اليوم عمر ما بقاش غير كساب، ولات عنده رؤيه كيفاش يغذي القطيع، كيفاش يدبر التناسل، وكيفاش يحسب كل قرار، وهذا الشيء بفضل المواكبه الميدانيه لآلية المثمر. بين الاشياء اللي كنعتمدوا عليها هي اننا كنحاولوا نوصلوا للفلاح الفكره تاع انه يبدا يخدم كل واخا هي راه نفس الصنف مثلا، ولكن كل حاله يخدم بها بوحدها. مثلا الخدمه اللي يخدمها بالنعاج ماشي هي الخدمه اللي يخدمها بالنسبه للخرفان تاع التسمين، ماشي هي الخدمه اللي يخدم بالنسبه للحملان الصغار اللي كيتزادوا. حنايا كنحاولوا ما امكن ان نوصيو الفلاح في الوقيته اللي ممكن ان الاغنام انها توالد فيها، انه يرد لها فيها البال مزيان، باش هكا ما يضيعش واحد العام اللي غادي تبقى ليه عنده فيها النعجه خاويه. من هذه الطريقه انه تيزيد يكبر القطيع ديالو، ملي كيشوف هو القطيع ديالو راه كيكبر، يعني راه هادشي تيشجعو باش انه يكمل في المشروع ديالو. مع التكنولوجيا المواكبه ما كتوقفش عند هذا الحد، تطبيق سمارت فيد ولا جزء من الروتين اليومي لهذا الكساب، كيساعدوا في تنظيم التغذيه وتحديد الكميات وتحقيق توازن غذائي دقيق للقطيع ديالو. اليوم الجديد هو اننا تحولنا من واحد الطريقه اللي هي طريقه نقولوا بدائيه، مشينا المغرب راه كيواكب واحد الطريقه اللي هي ديجيتال، يعني رقميه، وهذه غادي تساعد الفلاحه اللي باغيين يمشوا في هذا المنهاج انه يقدر يدير جميع تتبع المراحل ديالو في هذه الابليكاسيون ديال اتمار. لقيت ان هذه الابليكاسيون زعما تبارك الله اللي تري ريش، يعني فيها جميع المعلومات اللي تقدر تبحث عليهم، وفيها حتى لي كونساي، يعني فيهم بعض الاستشارات ومعلومات اللي كيفيدوك ويفيدونا اننا نقدروا نمشيو في واحد المواكبه اللي مزيانه. ولكن التحدي الكبير كان واضح، العلف والماء، ومن هنا تبدلات اللعبة. اختيار زراعة السورغو، نبات كيقاوم الجفاف، كيستهلك ماء قليل وكيعطي قيمة غذائية مهمة. فوالا حنا بدينا درنا هاد ليلين، هنا في واحد ابروكسيماتيف واحد 60 في انترلين ما بين الخطوط، ومشينا في البوزيسيون ديال 10 ديال السنتيم 10 سنتيم ديال الحبه. ما درناش حبه في كل هذا المثال تقريبا، باش انه الا كانت عندنا الا شي حبه ما طلعتش وتسقى ولا خليتها ثاني حيت صبات الشتا. لا صبات الشتا دابا حنا بقى باقينا صافي باش تكون عندنا واحد نتيجه ايجابيه. دونك قررنا اننا بالاشتراك مع المثمر اللي نصحونا على اننا نديروا هذه الزراعه، زراعه السورغو. اخترنا السورغو لانه هو مكمل غذائي في البرنامج ديال التسمين. النتيجه استقلاليه، تقليص في التكاليف واستقرار في الانتاج، وقطيع بصحه جيده. بالنسبه للسورغو ان شاء الله ملي غادي يطلع خاصنا بعدا نكونوا وصلنا للبيك ديالو نفوت 60 سنتيم عاد باش اننا نقدروا نحشوا بعدا الحشه الاولى، باش هكا كنتفاداو دوك المواد اللي سامه اللي كيكونوا فيه وما نخسبوش مساكن البهايم ديالنا. يطلع ديك الساعه نقدروا نحشوه وتيعاود يطلع، وديك الساعه نقدروا نعاودوا ندوزوا ليه الحشه الثانيه.
والسورغو راه ممكن اننا نتمنوا نديروا به واحد لونسيلاج اللي يقدر انه يبقى لينا على حساب العام كامل، باش راك كدير ستوك ديالك تاع العام، ما تبقاش كل ساعه عندك حاجه باش انك تمشي تشري من السوق. بالنسبه للاختيار ديالنا تاع السورغو كزراعه علفيه اللي هو بديله، راجع لعده اسباب، من بينها ان القيمه الغذائيه اللي كتكون في السورغو كتمكن باش اننا نخلقوا واحد التوازن غذائي في العليقه اللي ما يمكنش اننا مثلا نجيبوا يعني من الاعلاف العاديه اللي كنعطيوها بصفه عامه ولا اللي كترعاها بحال الا كان رعاه. كما ان السورغو تعتبر من الزراعات اللي ما تيستهلكوش الماء بزاف مقارنه مع الزراعات بحال مثلا الذره اللي تقريبا نقدروا نقولوا انهم نقدروا نخدموا بهم في نفس الحاجه، ولكن السورغو الاستهلاك تاع المائي تيكون اقل. فاحنا كنحاولوا ما امكن اننا نديروا واحد الزراعات اللي كيعطيونا واحد المنتوجيه اللي هي كتكون كبيره واللي كتلبي لنا الحاجيات تاع التغذيه تاع الحيوانات ديالنا، وفي نفس الوقت اللي ما كتستهلك ليناش الماء بزاف واللي كتكون لنا باقل تكلفه. اليوم قصة عمر ماشي غير قصة نجاح فردي، هي نموذج لفلاحة جديدة، فلاحة كتعتمد على العلم وعلى القرب وعلى قرارات مدروسة. ومن قلب الرحامنة كيتكتب درس واضح، ماشي المناخ هو اللي كيتحكم في المستقبل، ولكن كيفاش كنواجهوه.